الفرحة غامرة كل القلوب من صغير لكبير، وكل شي معول على اليوم يزهى وينشط ويضحك ويبينوا زينهم على بعضهم. حتى قرب دهاز لدار العروسة ودقيقية كتسمع من بعيد وبعيد. أما في منزل العروسة في وسط بيت نقي ومتوسط الحجم، فكانت فوق سرير بنت متختاري من وسط البنات غاهية الزين. الحروف كحلين والحجبان مقادين مصوبين على حقهم وطريقهم، نيف من قاد والشعر رطب حرير، وعاد زيدها في البيوضة كالحليب. ولكن شي حاجة ناقصة هاد البنت، حيت ما كانش كتبان بحال العريسات. الضحكة ما زارتش وجهها، عيونها حمرين كيف الجمرة، كتبكي وتقول ما بكيت. كيفاش عقلها وقلبها مع واحد اخر وبغاو يزوجوها بزز؟ كيفاش هي كانت تبني وتعلي في جهة اخرى وهما جايين كيقولوا لها هذا من وسط الرجال اللي يكون ديالك؟ علاش هي ما عندها زهر؟ علاش ما خلوهاش تختار اللي بغا قلبها؟ وبغاو يدفنوها وهي حية، وبغاو يسجنوها في قفص ويسميوه قصر. عاد زيد عليها ديك العائلة الكبيرة، كيفاش هي غتقدر تعيش مع 100 واحد في الدار؟ كتعبير مجازي. كيعجنوا 20 خبزة النهار، والدار ما كتخواش لا صباح لا عشية، ديما عامرة بالضيوف عندهم. ما حدها كتفكر وما حد دموعها كيزيدوا كينغامروا على خدها. يمكن يكون العريس لاباس عليه وعائلته معروفة في البلاد، كيف ما قاع البنات بغاو تهاتفوا عليه كيحلموا به ليهم، ولكن هي كانت من دون البنات. هي اللي التبسيمة مترسم في وجهها من غير لا كان هو معاها. هي اللي حلمات براجل آخر واللي ضرب قلبها ومن أول نظرة. هي اللي ما بغاتش زمانها يكون همه وشان، بغات غالي بغا قلبها وطلبات ربي يجمعها بيه. وفي كل صلاة تدعي ربي يجمعهم. وخا خدامش باغا تبقى معاه صابرة، وخا كيقولوا ليها ما لايقش ليك، هي كتشوف ولايق ليها واحسن قاع في عينيها. على غفلة فتحات امها باب البيت، غير شافت حالتها خبطات في خاطها وكتغوت بشوية، والملامح وجهها دغيا حمارت بفعل غضب. سليمة بعصبية: واش بغيتي تشوهيني يا بنت الحرام وتشوهي باك وتمرمدي وجهه في التراب؟ قولي ليا، العدول ما بقى ليه والو يجي وانتي ما لابسه ما مقاده وزيدها بالبكا. اش عندك ديك البنت؟ عبلة زادوا دموعها نزلوا وهي كتشهق وتهضر في نفس الوقت. عبلة كتشهق: عافاك يما ما بغيتوش، وكتبكي: عافاك ماما الله يسهل عليك. ايما حبسي هادشي من الاول، قلت لك ما بغيتش هاد العرس يكون. هزات راسها كتشوف فيها وقربات تشد ليها يديها: حبسي هادشي يما الله يرحم لك الوالدين. تقدمات عندها امها مخنزره فيها، جامعه معاها بقرصه لفخاطها حتى غوتات عبله بحرها. سليمة من تسمعش حسك غتنوضي تغسلي ديك الكمارة وقادي ماكياجك. يد غير الساق وكيعطي فيه 3 المليون، عاد غير الدهاز كي داير وهادشي كامل ما باغاش. تابع واحد سروالو هو الاخر مهزوج. جبدات سليمة تليفونها كتوري ليها الدهاز اللي تصيفطو ليها تصاورو قبل ما يوصل. سليمة: شوفي غا الدهاز شوفي كيدير. كتقرب ليها التليفون لعينيها وعبلة كدور وجهها: شوف فيا الحمار السيد شاريك مال الدنيا كامل وانتي هازه نيفك. خنزرات فيها ياك الشيباس ما كاين. عبلة غوتات كتشهق بصوت مرفوع: فلوس ويزيدهم فيه والاراضي ديالو يحرس فيهم الفول. انا ما باغاش، انا ما باغاش. واش بزز؟ سمعات صفعة قوية تردات في أرجاء المكان، وسليمة قصحات قلبها ومحناتش ببنتها نهائيا، مخرجة فيها عينيها بصرامة. سليمة حسك يتقطع، بغيتي ولا كرهتي ولد القاضي اللي غيكون ليك ولا عرسك ولا جنازة؟ خرجات سادة عليها الباب وخلاتها كتشوى غير بوحدها، وتردد مع كل شهقة بصوت عالي، وتضرب قلبها بحرقة ودموعها هابطين بغزارة: عبلة ما بغيتوش، ما بغيتوش يا ربي يبعدوا مني. الصوت دقيقية والكلاكسون بالطوموبيلات مسموع في الأرجاء المنطقة، أصوات عالية باللكنة الأمازيغية كيغنيو بصوت واحد. خرجوا العيالات من الطوموبيلات، والعيالات بالقفاطن فخمة باين فيهم العز والشان، وكل قفطان باين بشحال طالع، بابتسامة واسعة على وجهها والفرحة باينة من عينيها. وعلاش ولاو اليوم حفل زفاف ولدها؟ هزات يديها ووازنة بالذهب كيتحرك معاها، كتشير على الناس المكلفين بالدفوع ينزلوه ويقادوه في الأرض. عائلة العروس
كانت قدام الباب باستقبال عائلة العريس، وفي الأمام كانت سليمة بابتسامة واسعة كتسلم على بشرى، وفي نفس الوقت كتطبطب ليها على كتفها بالمحبة والمعزة. سلمى تكلمات بالأمازيغية: نهار كبير هو هذا، غنوليو عائلة وحدة. شافت في الدفوع بعيون براقة: ما شاء الله ما شاء الله. بشرى أم العريس: ونعم الناس الأصل والمفصل، وحنا دينا البلارة ديالكم، الله يكمل عليهم بالخير يا ربي ويبارك ليهم في هذا الزواج. الدفوع تحط في الفخ، الضيافر عامرين كتبان عليهم الفخامة والعز، من بعيد عامرين بالتواب والتليفون آخر ما كاين، والقفاطن والرويح مستلزمات تجميل ليا وكل ما يخص الأنثى بصفة عامة. تجمعوا الصف ديال العيالات ستيل امازيغي، والسيارات فخمه من وراهم كتبان. بداو الصلاة على النبي بقدوم العريس اللي خارج من سيارته بالنخوة كيتحرك كتافو عراض والابتسامة على الوجه، داير نضاضر الشمس ويديه في جياب السروال كلاس اللي لابس. هز يديه بعفوية ودوزها على شعره الأسود المصفف بعناية، والسلسلة ديال النقرة كتبان تتبري في عنقه تحت تيشيرت اللي لابس. حرك يديه بتحية وشاف أمه وتكلم بهمس: عيسى عقد حجبانو، الوالدة ما هندخلش وسط العيالات، أنا بشرى خاص تسلم على عروستك بعدا أوليدي وتمد ليها الورد وما جاتش، وعاد كاين طقوس خاصة. عيسى: وهاد الطقوس تدار وسط أمة محمد؟ تكلم ابن عمو من الجنب كيضحك عليه وطانز عليه بالمزيان. حمزة: وصاحبي مالك واش جاك هادشي غريب؟ كي والو هادشي عشيري. عيسى شاف فيه عاض على سنانو، ما عندوش مع هاد كثرة الزواق والتقاليد، ولكن داير الخاطر لمو اللي بغات العرس يكون امازيغي بامتياز. ما تحركش انت من حدايا، رجلك برجلي. حرك ليه راسو حمزة بإيجاب، بحال كيقول ليه كلامك هو اللي يكون، وفي نفس الوقت شاد ضحكة بزز وكيطنز عليه. عيسى حدو شاف فيه بدون ضحك متجاهل كلامه: مفاهمين. حمزة: انت هو انت ما كتبدلش، غكون هاني. هز حاجبو بجدية وقلب وجهه داخل وسط الدار. جنبو أمه هازة الورد في الحمر، وفي الجنب الآخر ولد عمو، من وراه نساء العائلة هازين الهدية، والهضرة الأمازيغية مسموعة بكثرة. تقدمت ليهم اخت العروس الصغيرة لابسة لباس أمازيغي والسبني على راسها، وخيوط في الأحمر هابطين على وجهها، وتزنيكة باينة على وجهها البيض كبياض ثلج. بابتسامة وعينيها على الأرض حركات ليه راسها بالبلاطو فين كاين الحليب والتمر وريحة الماء زهر عاطية في مكان اللي كيترش عليهم. رد ليها الابتسامة وهز التمرة، عض منها النص وحطها، أما الحليب ما قربش ليه، فقط دار الصواب لا غير. جلست وسط الصالون، فرق رجليه ومتكي على وسادة، حيد نظاظر الشمس حطهم على الطبلة مع التليفون ومفاتيح السيارة، وتكلم بصوته اللي فيه بحر رجولية خطيرة، هو كيعبر على تقديره لحسن الضيافة اللي تلقاها. عيسى وهو حاط يدو على صدره بشكر: بارك الله فيك خالد، العدول قال لي ورا الصلاة غيكون حاضر معانا. جعفر أب عيسى: إن شاء الله نصلي الصلاة جميعا ونفرحوا لوليداتنا يبارك ليهم ربي. وقفات كتشوف راسها في المراية وكتمسح دموعها، وجهها رجع احمر، باغا تاكل راسها، ما بغاش تزوج، قالتها ليهم مرارا وتكرارا. من نهار الخطبة اللي جات بسرعة هي قلبها خداه راجل اخر. جمعات شعرها الفوق ويديها كيترعدوا، خاص تفكر كيفاش تخرج من هنا، هي مستحيل تزوج بولد القاضي. على قولتهم عطات العهد وعادت الرجل آخر، هو عطاتو كل شي، قلبها عقلها وحتى جسمها وشرفها. كتبغيه؟ السؤال اللي طرحاته ابنة خالتها اللي دخلات لعندها وما حساتش بيها امتى دخلات، كتشوف في حالتها المثيرة للشفقة. عبلة ضحكات باستهزاء: كنبغيه وسكتي، انا راه كنحمق على التراب اللي كيمشي عليه. إكرام: ما عرفتش شنو نقول ليك اختي، ولكن الله يدير لي فيها الخير. خرجات من البيت البسيط جامع عدة أحلام وضحكات وقهقهات من القلب في منتصف الليل. عينيها تنفخ بفعل بكاء ونيفها حمر وشعرها مشعكك، ما بيناش عليها حالة العروسة نهائيا على برد.
والضحك واصل حتى لعندها، والموسيقى الأمازيغية تتغنى بصوت حر وعالي سدات الباب بساروت فجأة. تسمع صوت الموسيقى مجهدة تحت السرجم ديالها. دارهم جات على جوج جهات كبيرة ومتيسعة، وجات في مكان قريب شبه خاوي. طلعت من السرجم وهي تشوفه، هو بشهامته ولحمه فاتح الطوموبيل وطالق الموسيقى بالجهد، كيغني ويتحرك وعينيه جمرة. الدموع كانوا محجرين في عينيه، هو كيشوف فيها فاتحة الشرجم اللي طالما مفاش كان كيتوحشها كيجي لتماك ويبقى واقف ومقابل معاها. ولكن اليوم كان مختلف، اليوم كان غيكون آخر مرة غيتلاقاو فيه. اتصل بها وكيدير لها إشارة بيديه تهز تليفونها، هي اللي كانت حاطة يديها على الشرجم القهر باينة من وجهها. دغيا تحركات من تماك الماريوها، خشات يديها تحت الفراش وهزات الهاتف اللي مخبياه على امها، فتحاتو على حتى طلع ليها الاتصال ديالو. جاوبات وهي كتشوف فيه بحال كتحاول تحفظ صورته ما امكن في ذاكرتها باش ما توحشوش، ونطقات بصوت كيتزعزع الخاطر: عبلة، عامر، عافاك اجي ديني من هنا، قول ليهم باللي انا ديالك. بمجرد ما سمع صوتها حط يديه على راسه، فكر انه يتفارق عليها ولا تكون مع شخص آخر من غيره، شي حاجة اللي ما قدرش يتقبلها، وفي نفس الوقت ما يقدرش يوقف في وجه ولد القاضي والمهندس اللي بغى يفرقوا على حبيبته. الحاجة اللي خلاته ينطق بالحل اللي كان كيتهرب يقولوا من شحال هادي: عامر، يلا نهربوا عبلة. وعلى الرغم من حالته وكأن بريق من الألم زار عيونها تلألئة بالدموع ودخلت في حالة هستيرية. عبلة، متأكد عامر؟ متأكد؟ نهربوا. انا مستعد نكون معاك، نعيشو غا بالخبز والماء، نعيشو غا في بيت وكوزينة، المهم نهربوا. انا غنلبس حوايجي دابا ونجي عندك. ما خلاتش ليه الوقت حتى فين يجاوبها. بالزربة مشات كتقلب في حوايجها، ما لقات حتى حاجه واسعه، وما بانش ليها غا في العبايه دمها اللي كانت تما. لبساتها وطيحات الزيف على جبهتها باش ما يعرفها حد. تفكرات ذهبها وذهب امها وهزاتو بلا ما تردد ولا تفكر زوج مرات، وهنا فتحات الباب وحيت الكل ملهي باش طيحوا الرديح مداو ما جابوا، حتى دازت من الباب اللوراني ديال دارهم. كانت تماك إكرام بنت خالتها سخروها تجيب شي حاجة من الحانوت، حتى كتشوفها غادية وكتزرب في المشي وبدات كتعيط عليها: إكرام، عبلة وقفي، فين غادية؟ ما داتهاش فيها الحاجة اللي خلات إكرام تبعها بالجرة، ولكن هي كتجري وعبلة كتجري حتى هي. ما وقفات حتى الباب الطوموبيل، ركبات وكتشوف موراها: عبلة، سربي نخرجوا من هنا. قلبها كيضرب بالجهد وهو زاد كثيرة، صحتها كاملة كترعد، كتحس براسها غتسخف، حتى حيدات زيفها كترد النفس. ما وقفوش نهائيا وما شافوش موراهم، وحتى هي كان همها الوحيد تهرب من داك الحبس ودوك الاجواء اللي كانوا كيخنقوها. بعد مدة طويلة ديال الطريق وصلوا لبلاصة خالية غير الشجر والغابات. ما حسيتش بيه حتى حبس الطوموبيل وجرها لعنده ومعنقها بالجهد، وحتى هي بادلاتو العناق وكتبكي وبدا كيمسح ليها في عيونها: عامر، ما تزادش اللي يبكيك ابنت الناس. بعد ما فشات قلبها شاف فيها كيبتسم: عامر، جبتي الوراق ولاكارت ديالك بعدا؟ عبلة: جبتهم. باس لي هيدها على قولها ونطق كيتبت فيها: عامر، حنا غنتزوجو حتى حد ما غيديك ليا. حط يديه على حنكها: التعليم اللي دفعت ليه راه قبلوني فيه، غنمشيو نتخباو فشي مدينة دابا وما يكون غير الخير من بعد. باقين جالسين في الصالة في انتظار العدول يوصل لعندهم، وخو العروسة خالد خرج يجيب صينية اتاي ينغمو بها الجلسة على ما يوصل العدول. كان جالس بشموخ وهيبة واخد راحته ومرتاح، على عكس حمزة اللي بدا يحس بالملل من هاد الجلسة وقرر يجبد اي موضوع يسلف فيه الوقت. هو كيشوف النافذة اللي كيبانو منها البنات، كل شي غادي جاي وكل شي باغي يبين حداكته. حمزة: شنو اللي خلاك تختارها هي من دون البنات؟ طلع راسو الفوق كيشوف في النافذة اللي برا، لكن سرعان ما حضر راسو طرطق عنقو وتكلم بصوت خافت ببحة رجولية مبحوحة: عيسى، هي اللي بغى قلبي وارتحيت ليها العين، هادشي اللي طلع. حمزة:
عندكم الزين ضحك بتقالب السيف ما تدي من أصلك وفصلك ودمك الزين الأمازيغي الشريف. أنا بعد نديها روسية مغربية ما تليقش ليا. عيسى الروسية ولا قورية هذيك غير هضرة اللي ما عارفش في الزين. انا ديتها بنت بلادي ودمي كيجري وسط دمها وما عندي عليها لاين، واللي داها شلحة هو اللي كيعرف في الزين. حمزة ضحك حتى بانو سنانو. ايوا صافي فاش قلتيها انت ولد القاضي اللي عرف في الزين وكلامك هو الكبير. العدول وصل ولقى السلام وتواكب دخوله مع الصينية اتاي اللي تحطات النيت فوق الطبلة مع مختلف فواكه الجافة. بداو هضرتهم الاعتيادية اللي كيبدا بيها كل مجمع. وهنا وصل الوقت للكتبة. مشى خالد يعيط على اختو بحكم هو الراجل الدار، وغير خرج بانت ليه همو كتفتف وحداها إكرام اللي حتى هي حالتها ما كانتش قل منها. ومرة كتخبط سليمة على فخاطة بدون شعور. مشى لعندهم وحالة الاستغراب كتكسو ملامح وجهه دغيا حجبانو. تعقدو هو ينطق خالد شنو واقع؟ كانوا غير جوج كلمات خلاو دموع سليمة اللي كانت حابساهم ينزلوا، ونطقات الترعيدة شاداها من صبعها الصغير ما بقى ما يتخبى وما بقى ليها ما تستر. نطقات بحال كتكب على راسها سطل ديال الماء بارد، وعقلها كيفكر في الشوهة وفي سيرتهم اللي غتولي في كل مكان. سليمة العروسة هربات. ممكن تبان البعض مجرد كلمتين عادي للشخص يسمعهم، ولكن المعنى بالأمر كانت بحال الطعنة اللي اخترقت قلبه، طعنة اللي ضربات بشرفه وقيمته في عرض الحائط. كان من الناس اللي كيعتبر الناس المؤنسات الغاليات، لكن في هذه اللحظة بالضبط اعتبر خالد اختو بحال شي حاجة اللي ما خاصهاش تكون. من ديما كان ليها الأخ والسند، كانت لقاتو كتفها التاني من بعد موت باها. ما عمرو خسر ليها وديما مدللها ومفششها واللي خصهاتها يحضرها ليها. فشنو ذنبو حتى تكون اختو هكا؟ شنو اللي دارو معاها خايب حتى ما تعطيش القيمه وتمسح بوجهه في الارض؟ هادشي اللي كان كيدور في عقله. هو كيحاول يستوعب كلام امه. عقله من جهه كيحاول يتقبل هاد الفكره، ومن جهه اخرى كيقول مستحيل اختو دير بحال هكا. ما بقاتش عارفه شنو دير ولا بشنو تفكر. حدو نطق مخنزر بهدوء معاه من هربات. ما وجاوبوهش بقاو غير ساكتين وحادرين ريوسهم للارض حتى غوت بالجهد اللي عطاه الله. ضرب الفاز اللي كان حداه حتى تشتت وعيونه حمار وكيف جغمة الدم. خالد قولي لي معاه من هربات. كان صوت الغياطة والشطيح والرديح كيتسمع، وعلى اثر ديك الغوطة قاع الناس اللي كانوا برا دخلوا يشوفوا بركو، واللي سمع الخبار يشد فمه بالصدمة. الشوشرات زادوا والخبار الدرعات كيف النار في الحقل اليابس. خالد ما بقاش قادر يتحكم في راسو بلا ما يحس. كان شاد في إكرام مزير عليها فاقد الوعي. خالد قولي لي غير شنو سميتو، قولي لي غير شكون هذا، حضري هضروا نتوما عارفين شي حاجه. سليمة هربات مع عامر ود العطار. خالد هنا وسع عيونه على جهدهم، وكون غير هربات مع البراني بعدا هربات مع صاحبه الروح بالروح. الحاجة اللي خلاته يزيد حقد حاس براسو حماق. خرج لبرا الدار بخطوات مسرعة، وأول حاجة طاحت عليها عينيه هي أدوات الحادة اللي محطوطين تما موجدينهم على حساب الذبيحة. هز الجنوي من تماك بلا ما يفكر وقصد الدار عامر كيجري، والرجال اللي من عائلته تابعينه. ما حش براسو حتى كان كيخبط في الباب بالجهد، والدمعة حارة نزلات على خدو. دمعة الغدر وشرف اللي تمرمد، دمعة كبرياء رجل أمازيغي تقاس في عيونه. والعائلة هي عيون الرجل المغربي اللي مخص حتى حد يقيسهم. ولاد عمو وصحابو من وراه كيجريو يلحقوا عليه يشدوه هو واقف كيضرب الباب بحر جهدو عينيه حمر، والدمع مازال نازله على طول خدو وراسو مرون. فاش نقص معاها حتى دير ليه هكا وتهبط وجهه الارض قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. ضحكات فيه العديان واللي باغيها فيه غيتشفى فيه مزيان. هي صغيرته والمدلل ديالو، هي الصغيره، هي عينيه هي اللي كيشوف بيهم. كانت بنته قبل اختو، رباها وداير معاها جهده واكثر باش ما يخصها حتى حاجه وما تحسش بالنقص. خرجات السيده كبيره في العمر غير شافت خالد
هاز موس ذبيحة كبير، شهقات ورجعت للوراء، غطيه على وقفتها بالخوف وبالسرعة قبل ما يستوعب خالد. سدات الباب في وجهه كتغوت وتعيط على بناتها يعيطوا لباهم وخوهم عامر. الدات ديالو كيحس بها سخونة وكترعد. طاح الموس على من يديه بلا ما يحس وحط يديه على وجهه. واش هو في الواقع ولا غير كيحلم؟ وكل ما زاد تفكر اللي وقع كيزيد يزير على وجهه. استغل ولد عمو الفرصة وتحنى حيد الشنوية من حداه وزير عليه بالجهد. جرو لعندو لا يمشي يدير شي كارثة اللي يندم عليها حياته كاملة. كامل، واش باغي تخرج على راسك؟ شنو واقع؟ فهمونا. دخلتي تجيب اختك للعدول حتى خرجتي تتغوت وهاز موس. اش واقع؟ فهمنا. باش من وجهها غيقول ليه اش واقع ببرودة الدم. يقول ليه اختي هربات مع صاحبي الروح بالروح اللي كان بحال خويا مأمنه على اسراري واي حاجة. هو اول واحد تكون في خباره. كان مع اختي وانا كنت ناعس غافل. لحظة صمت فجأة. قاع ديك العصبية والرجفة تحولت لهدوء. تعابير وجهه جمدات والصدمة ما كانش سهلة عليه. لعبات على نفسيته بالمزيان. ناطق مخلي ولد عمو اللي من القبيلة كيحاول ينصح فيه يتبلوكا بهضرته. خالد الا هربات معاه ما غيفكروش يجيو لدارهم ياك. دقيقية والاغاني اللي كانت مطلوقة كلشي حبسوا. جمعات الشوق على ام العروس سليمة اللي سخفانة وكل شي ساق الخبار. العروسة هربات والعدول كيتسنى فيها باش تكتب كتابها. في بيت كبير وسط الدار جالس عيسى حاط يديه على فمو حواجبو معقودين وجنبه الاب ديالو الحاج جعفر وزوجته بشرى وعم عبلة الحاج عبد القادر. وقف عيسى داير يديه في جيابه مخنزر والحواجب مازال معقودين. منين سمع الخبار من سليمة وهو ساكت ومتكلم حرف واحد ما خرج من فمه. شاف ام ديالو قال بجدية عيسى الوالدة كيف جينا غنرجعو؟ شاف الرجل الكبير الدار ونطق الحاج عبد القادر اللهم يسر. بكلامه كان انتهى الحديث ولكن لباه كلام ورأي آخر. وقف بشموخ كيشوف فيه ونطق بحدة وهو معلي عيونه الفوق والعكاز في يديه خبط بيدو خبطة وحده في الأرض. هاد الحركة اللي فاش كيديرها كيعرفوا باللي هضرته اللي غتكون نطق بجدية كبيرة. جعفر كلمة واحدة غتقال ناسي ما يمشوش بلا فراجة. هاد العرس غيكمل والنبي عليه السلام. دخل خالد البيت حاضر راسو وكتافو هابطين ما قادرش يطلع راسو في الرجال اللي جالسين تما. عينيه مشات نيشان لعيسى اللي واقف كيشوف في باه بجدية. كلامو على راسو عينو وما يقدرش ينزل بكلامو للارض. بهدوء قرب جهة خالد وملامح وجهه باردة. هز ليه راسو وقال عيسى. تكلم بصوت خشن وطبطب ليه على كشفو عينيه عليه. هز راسك ماشي انت اللي خاص تنزل والرجال ما كيحنيوش الراس وخا يوقع اللي وقع. خالد بصوت مبحوح داخت بيا الارض اخويا تمنيت الموت ولا يوقع ليا بحال هكا. راسي تمرمت في التراب. سمعت طقطقات حذاء الحاج جعفر هو كيشوف في بشرى. جعفر العروسة تحضر ألا بشرى اليوم قبل غدا. عيسى قاطع بحدة الوليد البنت الاولى انا اختاريتها بيدي. هذا زواج ماشي لعب. ما بقيتش بغيت الزواج دابا. جالسة عبلة جنب عامر بعد ما وصلوا للمدينة في دار صغيرة غير بيت وكوزينة وآتات على قد المستطاع. عبلة بعيون لامعة عامر انا غامرت على ودك وعلى ود حبنا. انا غنخدم نجيب ديبلوم ديالي. عامر هز الكارو كيكمي وابتسم ليها ان شاء الله ما يكون غير الخير. المهم هو انت معايا دابا. شير ليها جهة الكارو وضحك تكمي. عبلة ضحكات بشقاوة بلاتي. عامر خربق ليها شعرها ندخل ندوش ونجي. حركات ليه راسها وهزت تليفونها والملامح وجهها تبدلات بعد ما تفكرت عائلتها كيف غتكون الحالة امها وخوها. دوزات رقم خالد مخبى عن نمرتها ويديها كيرجفوا باغا تسمع صوته. اللحظة اللي كانت باغا تقطع حتى كتسمع صوته مرخوف وبين عليه القهرة. خالد قاطعها بجمود ما كنعرفكش شكون انتي؟
وما بقاتش عندي اختي من غير الشمس الضحى، طيحتي بوجهي الارض فاش ضريتك انا حتى ديري ليا هكا، نقطع من راسي ونعطيك انتي ونكبر بيك انتي في الاخر تجازيني هكا ولا انتي لا داك الشماته؟ شنو فيها من الاول كون جيتي عندي وقلتي لي خويا ما بغيتش هاد السيد وانتي عارفاني نوقف معاك، انا بغيت مصلحتك. جاك راجل همه وشان ولد الاصول ديما باغيك تكوني احسن مني وتعيشي في مستوى احسن ونرفع بيك راسي قدام الناس. ساعة طيحتيه ومرمتيه مزيان الله يربحك بيه، الا ما وصلاتش ليك خباري مت بالفقصة حمدي ربك الصباح وعشية. عمرني ما نسمح ليك الغدا قدام الله. تقطع الخط ورمشات عبلا كترجف والدموع كيهبطوا، بدات تأنيب الضمير كياكلها والندم حتى هو. قطع الخط في وجهها بعصبية بلا ما يفكر بزاف وحط يديه على راسو كيتنهد بصوت مسموع. الابتسامة من داك الوقت ما زارتش وجهه، كان فرحان ودغيا فرحته تقلبات وسبحان اللي بدل ما في القلوب بين الصباح والعشية. شاف حتى عيا وناض من تما كيمشي ويجي في بيته، العصبية والشمتة مازال لاعبة عليه، ما حس براسو حتى خبط التليفون مع الارض. اما عند القاضي جعفر فرمس الهام وراه وتمشى بكل هيبة ونخوة تحت ما قد يزيد للغم موراه وتحد ما عارفو علاش ناوي، حتى نطق منادي على مراته اللي تبعاتو هي الاخرى حتى بعدو على الناس. هاد الحاجه كانت مزيانه في القاضي. الحاج جعفر يبان ليك هيبه وشان ومرسان وكلمتو ما تمشي فوقها كلمه، ولكن كيف ما يقول المثل وراء كل رجل عظيم امراه عظيمه. والقاضي كان من الناس اللي كيسمع للرأي مرتو كيدير ليه قيمة. نطق بكلمة وحدة موجه الكلام للزوجة ديالو. جعفر اش بان ليك الحاجة فختها؟ بشرى بشرى سكتات وحنا الراس تفكر لكن دغيا فكرات ونطقات حكمة ونبرة هادئة. بشرى وهو كلمتك هي الكبيرة الحاج وليني هاد القضية كتبان ليا ما هياش. جعفر عقد الحواجب ديالو. نطقي شنو عندك؟ بشرى تحركات كتشوف قدامها. وانا نخاف غير لا ولدي تكرفس على البنت الناس وراك عارف كان يهضر ويقول بغيتها شلحة وليني بعد شنو دارت فيه عبلة. انا خايف يبرد حرقته في ختها اللي ماليها الذنب. اللهم اتسع هاد العائله بارك عليها غير اللي فيها وشنو دارت فيهم بنتهم. خوها غيموت غير بفقصتها. جعفر بتفكير عندك الحق في هاد القضيه الحاجه. بشرى ايوا خليني نسقسي الكبيره اش بان ليها في هاد الشي ونرد عليك واخا ما كاينش في هاد الوقت اللي يبغي يعطينا بنته بالليل ونهار هو ما عرفناش شكون حنا. جعفر هداك الشغل العيالات من داخلش فيه ولا عيطي الكبيره دابا نيت نسمعوا شنو تقول في هادشي نقضيو لهادشي اليوم قبل غدا. مشات بشرى تتعيط عليها. جات هي ومرا في الستينات من عمرها ملامحها عربيه بامتياز وغليظه تزيد غير بشويه. كان كيهضر في الطريق حتى وقفوا جنب جعفر. الكبيره ايوا بشرى قالت لي مناش خافت وليني نتوما قلتو خفتو يتعقد من الشلحات علاش ما تديوهاش عربيه؟ جعفر عربيه ما يمكنش هادشي حنا بغيناها بنت البلاد تكون امازيغيه. الكبيره عائله راجل الاول الله يرحمه قبل من تزوج بالمختار خوك كيف كتعرفوا كان عربي واش غنعاود ليكم العائله السمن والعسل الله يعمرها دار كنت عايشه معاهم بخير. كون ما موت المرحوم اللي فرقاتنا وليني واخا هكاك باقين على الاتصال وعندهم واحد البنت مسرارة تتحمق بالزين وقارية غير هي اللي تليق ليكم. بشرى وليني واش زعما يقبلوا يعطون البنت وهما ما يعرفوناش؟ شافت في جعفر شنو بان ليك؟ الكبيره كيعرفوني انا وضربوها على حسابي ما يقدروش يخسروا ليا ما شركتش معاهم القليل وعارفين ما نرميش بنتهم لشي بلاصه انا ما عارفاهاش. جعفر عقد حواجبو كيفكر يكون خير. بشرى الغدا يتسربل الناس العجلة غنوصي عليها تذبح وشوفي الناس اللي خاصهم تحضر. الكبيرة غتمشي معايا دابا نيت وعيسى اللي داز كلشي بخير وعلى خير غدا ان شاء الله السهر كيف معولين.
الدنيا ترونات والناس ما فهموا والو. عاد قالوا ليهم باللي العروسه هربات، ودابا كيقولوا ليهم باللي العرس غيكمل، وتا حد ما يقدر يسول على شنو واقع ولا الحقيقه شنو السبب هروب هاد العروسه. خرجات اكاذيب واقوال كثيره، اما الحقيقه عرفوها غير المقربين والحاجه اللي كتدور بين الناس والاخرين. هي العروسه رجعات والعرس غيكمل، ما عارفينش باللي الراس المدبر لهادشي كامل هو جعفر، اللي عقله كبر منه بسنوات ضوئية. كمل العرس في دار العروسة اللي هاربة، تفكيرا في سمعة عائلة خالد، وباش ينفي إشاعات هروب العروسة اللي تنشرات والخبر صحيح. وهادشي خلى الناس في حيرة من أمرهم، باش ياخدوا التحقيق من عند شي حد ما كاينش اللي يعطيه ليهم، وغير الاشاعات اللي دايرين. شي كيقول العروسه هربات ورجعات، وشي كيقول كانت غير مع العريس وامها تخلعات، وشي كيقول لقاو السحور داكشي باش العروسه ما بغاتش تبان. اقوال واحاديث كثيره، وكل واحد كيالف قصه من عنده. ولكن اهم حاجه في هادشي الزرده كملات، والناس كلات وشربات وتبرعات واخا العريس العروسه حاضرين. سليمة واقفة بالزز، الجيران اللي بغى يخرج كيقول ليها الله يخلف والله يكمل بالخير، وهي غير كتحرك راسها بإيجاب. حتى تفرتكات الجوقة وكل واحد قصد دارو، عارفة شحال ما بقى غيسيقوا الناس الخبار، ولكن على الأقل ماشي دابا غسدات بابها وترمات في الأرض كتخبط في فخادها، وبنتها وختها كيصبروا فيها. سليمة أميمتي على بنت الحرام، أميمتي شوهات فيا العادي والبادي، وفين ندير وجهي أميمتي. هي تبكي وهما يصبروا فيها، والدموع الحارقة في عينيها. وشحال قد الناس يبقاو بلا ما يسيقوا الخبار، نهار يومين فينا ندير وجهي ديك الساعة لما تقول حمار يمشى. اكتفات فقط تبرد غليظها في راسها وتبكي بحرقة كبيرة في قلبها. سليمة بحرقة، ودرتها بيدي عباد الله، درتها بيدي وبغيت لبنتي العز وطيحتني في الدلة ميمتي، وانا اللي بغيت نشوفها زينة البنات ومع الراجل همه وشان تبعت لي برهوش في سيار من نوع رونج، حاط يديه عضلات بارزين من الشميز اللي لابس على الفولون، وكيشوف الطريق فقط وراسو ساهي كيفكر في شحال من حاجه. مادام كلمه باه خرجت فغيتنسى هادشي، فين غيخرج وخا باقي ما بردات ليه الشمس دعبله، وما بقاش خاصو كاع شي زواج. ولكن قرار باه اللي تنطق لا رجع فيه. واحد الراس كيقول ليه يمكن تكون الغلطه حتى منه، هو اللي من صغره كانت العين عليه عاطيه، وفين ما كان شي مجمع بنات بلادو الا وكانت الهضره عليه. وهادشي كان كيوصلو ديما، وشحال من مره كانوا كيهضروا معاه واخا هو ما كيعبرهمش. هادشي اللي خلاه يتيق راسو ويقول البنت اللي حط عليها يديه تكون ديالو. لكن وقع العكس، بانت ليه هي ماشي بحال كاع البنات، عجباتو بزينها. الشلح اللي كيقول ما كاينش احسن منه، عاد بالحشمه اللي كانت تبان عليها، عمرو شاف عليها شي حاجه وقال هذه هي بنت اللي نكمل معاها حياتي، تصون شرفي وتكون توأم الروح والنصف الثاني. لكن صدماته بفعلتها، كون غير كانت تقول حتى شي حاجه في الوقت اللي كانوا مخطوبين فيه، مي بزش عليها شي حاجه، ما بغاهاش. لكن هي كانت كتهضر عادي، ما حسش نهائيا بلي ما بغاتوش، واغلب الاحيان ما كانش تهضر بزاف. الحاجه اللي فسرها هو بالحشمه حتى وقع اللي وقع. في جنبه كان باه توا حاضي مع الطريق، والكبيرة مرة تتنعت ليهم بحكم البلاصة جات خارجة شوية على المدينة، بالضبط في هوامش مدينة سيتوح. كانت الربعة العشية في منزل كبير محاط بالأشجار. كانت بنت في مقتبل العمر جالسة تحت شجرة العنب اللي كانت أمام بابهم. بشرتها بيضاء وعيونها سوداء كيلمعوا بحكم الضوء الشمس اللي ضارب فيهم. لابسة كسيوة بالأسود سميطات بحكم الحرارة، وطالقة شعرها الأسود طويل، وفي يديها تفاحة كتعض منها في كل مرة، والكتف ودنيها كتصنت الأغاني المفضلة، مستمتعة بالجو والابتسامة الساحرة. وقفات سيارتهم قدام الباب، وهي بحكم الكيس مدات ما جابت حتى نزلوا من السيارة بهمتهم وشهامتهم. غير من الشوفة يبانوا ليك شخصيات. أول ما نزل من السيارة لمحها بعيونه، بشرتها صافية وشعرها طير الريح، دورات عينيها على حين غرة، وغير شافت فيهم توسعوا عينيها على جهدهم، وجمعات الوقفة هاربة لدارهم وكتعيط على امها.
آسيل: ماما نادية، ماما ما عرفت شكون اللي جا عندنا ولا نكون غلطت. نادية جاية كتجري: شكون؟ جرات آسيل تلبس بيجامتها وكتعض في شفيفها بخجل من الموقف اللي طاحت فيه. آسيل مخرجة عينيها: ويلي شافوني هكا، شافوا شعري. تسمع الدقان في الباب وكان عيسى في المقدمة، هاز في يديه كرتونة السكر، حطها تماك وسلم على المعطي. أب آسيل: